التحرش بالنساء وحتى الاتجار في البشر. صعيب تمييز بين لاجئ بريء وعصابة خطيرة. أسهل حاجة تقدر ديرها اليوم هي تكون ميليشيا. شتي فين وصل؟ بلاد غارقة في الفوضى والشباب كيتسلح والمدن كتولي ساحات قتال. وسط هاد الناس كاين شبكات منظمة، ميليشيات وعصابات، تدريب المدنيين على حمل السلاح أو لا حتى على العنف. اليوم عندنا لكم واحد الموضوع اللي هو خطير وخطير بزاف، غادي نوقفوا عنده ونشوفوا هاد الشيء واش لصالح الدولة المغربية او هاد الحريرة مشربكة بين مطرقة السياسات الخارجية المغربية وسندان الرفض ديال اغلب المواطنين اللي كيتشكاو من هاد العوازة اللي ما بغاوش يحشموا. تصور معايا انت تقاتل باش دير مسكن لولادك ويجيبوك في هذا الوقت هذا وتسدو وتمشي بحالك تمشي تقلب على الكرا، حيت هادو ما كاين ما نقول لك. انت دور صور وشوف، ماشي كنخافوا، انا راه بعيد منهم تقريبا شي 400 متر، ولكن اللي وصل لهاد الناس راه واصل ماشي بالضروره تيولي عندي حدا باب الدار، ما تقدرش تدوسي تدخلي لدارك. شتي انت الا كنتي جايه من العمل بالنهار ولا بالليل طيب ما تقدري تدوزي من حدا بطبيعه الحال. الدراري الصنقاش يقدروا يخرجوا المدرسه، ما بقاش كيجيو لها الدراري. اللي كيقرا كيعاني من الامراض ديال العينين ديال التنفس ديال اي حاجه. هادو توقع منهم اي حاجه. انا شوف، انا يوميا هذه الطريق ديالي والله العظيم الا طلعتي على الطروطوار عند الباب ديال مدرسه الشيخ غتلقى الشجره الاولى والثانيه مهرسه على الجدار ديالها. كان السبب ديالي كانوا يقتلوني على هذيك دايز من تما الشجره. يلا موضوع حساس خطير وكيمس الامن ديال البلاد بشكل مباشر. الموضوع كيدور على الهجره الغير النظاميه، الميليشيات والفلوس اللي كتضيع وسط الطريق قبل ما توصل للناس اللي خاصها توصل لهم. بزاف ديال الناس كيشوفوا ان المهاجرين غير النظاميين كاشخاص ضعاف هاربين من الفقر والحروب. انا مواطنه ما كاينش اللي كيجي يقرب ليا وعزيزه على البوليس، فهمتي؟ افارقه بحالنا بحال ياك، ولكن وسخونا بزاف. افارقه تسرو، افارقه ولاو كيسلخونا، افارقه كيتحابوا من بلادهم. اسمحوا لي انا راه سيدنا تلداه شدتكم شديناكم مرحبا بكم، ولكن عيشوا معانا وتنقاو. راه المدينه ما فيهاش الوسخ، فهمتي؟ راه مخير في المدينه لابس برديله داير 40 50. افارقه تعداو على ولاد المدينه، الافارقه تسرو ولينا كندخلوا النموذج ما كيخليوكش تدوز. انا ما قارياش وعندهم تبارك الله داكشي. ولكن القصه ماشي ديما هكا. وسط هاد الناس كاين شبكات منظمه، ميليشيات وعصابات عندها تدريب عسكري كتعيش من الفوضى وكتستغل المعاناه ديال الاخرين باش تربح الملايير. واحد من الشهود اللي خدام في الميدان قال اسهل حاجه تقدر ديرها اليوم هي تكون ميليشيا. شتي فين وصلنا؟ تدريب المدنيين على حمل السلاح او لا حتى على العنف. ما بقات حتى شي حاجه صعيبه، خصوصا من اللي هما اصلا جايين من الجحيم، من مناطق عايشين فيها النزاعات والاقتتال القبلي. المشكل الكبير هو ان هذه المجموعات ما كتندمجش بسهوله وسط المجتمع، بالعكس كتحتفظ بالهويه القبليه ديالها وكتجيب معاها العداوه القديمه. كيفاش هذا الشيء؟ وضح لنا السي بوبكر. مثلا بحال هاد الكونغو، رواندا، بروندي، التوتسي ضد الهوتو، قبائل ضد قبائل كيقتلوا بعضياتهم غير على النيف او الملامح. هاد الكراهيه تتنقل معاهم فين ما مشاو. اللي اخطر من هاد الشيء كامل هو ان اوروبا صرفت الملايير من الاورو باش تدير مشاريع تنمويه وتوقف موجات الهجره. ولكن السؤال الكبير هو فين مشات هاد الفلوس؟ اللي كتشوف الاوضاع اليوم كتلقى ان شبكات التهريب هي اللي استفدت، والفلوس ما دارتش لنا الحلول المنتظره، بالعكس زادت مشاكل اخرى. باش نكون معاكم واضح، السلطات المغربيه لقات راسها قدام معضله حقيقيه. حتى الا بغات تحصيهم كيفاش غادي تدير احصاء صحيح لعدد المهاجرين الغير النظاميين؟ كاين الالاف اللي ما مسجلينش لا عند المفوضيه الساميه للاجئين ولا حتى عند المنظمات الدوليه. كيدخلوا كيسكنوا كيتفرقوا وسط المدن والقرى بلا اوراق وبلا هويات.
وكيولي من الصعيب تمييز بين لاجئ بريء وعصابة خطيرة. هذا النقص في المعطيات كيخلي السلطات تخدم وكأنها تبحث عن إبرة في كومة قش. تخيل معايا أنك كتواجه مجموعات مسلحة أو منظمة وأنت ما عارفش حتى العدد الحقيقي ديال هاد الناس اللي خاصك تراقبهم. والأخطر هو أن بعض المهاجرين ولا عندهم أساليب إجرامية متطورة، كيعرفوا الغابة وكيعرفوا يتخبوا فيها، كيعرفوا الطرقات السرية وكيستعملوا حتى أسلحة مهربة من الجزائر أو من ليبيا. وهنا غادي نحطوا علامة استفهام كبيرة وحتى علامة التعجب. السؤال، واش غادي نبقاو نتسناو حتى توقع الكارثة الكبيرة عاد غادي نفيقوا؟ انا وقف لي الكريساج. شكون هادو؟ هذا الدليل قالوا لنا عطيونا اللي قلنا لهم ما عندناش، قال لك اللي عطاني 100 ريال على الفيديو. هادو الافارقه راه ما صور ماشي فيديو. اش شوف انا مدير ولادي راهم غادي راهم هربانين راهم لا لا ساعد لا لا اجا صاحبي راه حنا عيطنا على البوليس. اجي راه عيطنا على البوليس اصاحبي. سير يا ولد سير يا ولد. لا 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 وديع سير يا ولد. يا وديع هو شاد راه ماشي سر أن بعض هاد العصابات كيدخلوا حتى في جرائم بحال السرقة بالعنف، التحرش بالنساء وحتى الاتجار في البشر. تقارير إعلامية وحتى شهادات من المواطنين بينات أن بزاف من الشابات المغربيات ولاو كيتعرضوا لمضايقات خطيرة، وهذا الشيء يقدر يولد رد فعل شعبي عنيف ضدهم. واللي كيزيد يعقد الامور هي ان اوروبا بقات كتضغط على المغرب باش يبقى الحارس ديال الحدود. طوفان الهجرة غير النظامية يغمر حدود المغرب من جديد. المئات من المهاجرين اتخذوا أساليب وطرقا مختلفة في عملية العبور إلى الضفة الأخرى من المتوسط. كما نتابع في هذه الخريطة، إذا تحدثنا عن شمال المغرب هناك طريقان أمام المهاجرين غير النظاميين: إما تجاوز السياج الحدودي نحو مدينتي مليلية وسبتة في انتظار المرور نحو الضفة الأخرى، نتحدث عن إسبانيا، أو اللجوء إلى قوارب الموت التي تنطلق من مختلف سواحل البحر الأبيض المتوسط مثل سواحل أقاليم الناظور، الدريوش، الحسيمة، تطوان، طنجة. ولكن واش معقول بلد واحد يتحمل العبء كامل؟ الملايير كتجي من بروكسل، ولكن الامن، الدماء، المشاكل الاجتماعيه كلها كتوقع هنا عندنا في المغرب. كاينه واحد النقطه اللي هي خطيره بزاف: السلاح. اليوم ما بقاش صعيب توصل للكالاشنيكوف او الاسلحه الخفيفه. بعض الاطفال اللي مازال ما وصلوش حتى ل 15 عام في افريقيا كيعرفوا يشدوا الكالاشنيكوف بحال اللعبه في يديهم. تخيل معايا هاد العقلية تدخل وتجدر وسط المجتمع المغربي. الكارثة غادي تكون أكبر من مجرد مهاجر غير قانوني. الحل ماشي بسيط، ولكن كاين خطوات ممكنة. أولا، الإحصاء الصارم والتسجيل ديال كل واحد دخل كيف ما درنا مع السوريين. ثانيا، الترحيل المنظم والسريع للناس اللي عندهم سوابق أو اللي ثبت أنهم خطيرين. ثالثا، محاربة شبكات التهريب اللي كتاخذ الفلوس من أوروبا وكتصرفها في السلاح والفوضى. ولازم نكونوا صراحة، أي تساهل مع هذه الظاهرة اليوم غادي يولي تهديد مباشر على الأمن القومي ديال المغرب، ماشي غير على الحدود ولكن حتى في وسط الدروب والمدن. عندنا 2 حالات وفيات مؤكدة في آخر الأحداث، و3 في حالات خطيرة، وزيد عليهم الناس اللي تجرحوا وهربوا. هذا الشيء ماشي مشكل صغير، هذه بداية ديال تصادمات اللي ممكن تولد مواجهات دامية بحال اللي شفناها في إفريقيا الوسطى أو الكونغو. الرسالة واضحة: خاص التعامل مع الموضوع بجدية تامة، خاص إرادة سياسية قوية، وخاص تنسيق مع الدول الأوروبية والدول الإفريقية، وإلا المغرب غادي يولي ساحة حرب صغيرة فوق أراضيه. المغرب ماشي ضد اللاجئين ولا ضد الإنسانية، بالعكس، الشعب المغربي معروف بالكرم ديالو، ولكن ما كيعنيش نغامروا بالامن ديالنا ونخليو العصابه تستغل الوضع. اللي بقى كيتعامل مع الموضوع بمنطق البروتوكولات والتحيات الرسميه راه غادي يفيق واحد النهار ويصبح على الكوارث. خاص حلول حقيقيه،
ماشي ترقيعات. واش بغينا ننتظروا حتى يولي عندنا نفس السيناريو ديال ليبيا، مالي او السودان، بلاد غارقه في الفوضى والشباب كيتسلح والمدن كتولي ساحات قتال؟ لازم نفكروا في المستقبل 2030 2040. شنو غادي نخليو لولادنا؟ بلاد آمنة مستقرة أو لا بلاد ممزقة بالصراعات؟ اليوم المسؤولية مشتركة. الدولة خاصها تفرض الأمن ديالها، المجتمع خاصو يكون واعي وما ينجرش للاستفزازات، وأوروبا خاصها توقف التلاعب ديالها بالنار وتستعمل المغرب كحاجز بشري. كاين مثال معروف تيقول الفوضى كتجيب غير الفوضى. إلا ما كانش تدخل عاجل غادي نلقاو راسنا وسط وضعية اللي حتى البوليس والدرك ورجال الإطفاء وزيد 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 ما يقدروش يسيطروا عليها. الخلاصة، الموضوع ماشي هجرة غاية شرعية فقط، الموضوع أخطر. عصابات، ميليشيات، فلوس ضايعة وسلاح كيدخل. خاص اليقظة، خاص الشجاعة السياسية، وخاص قرارات جريئة. المغرب قدام تحدي كبير، إما يواجه بصرامة وحكمة وإما يخلي الوضع ينفلت ويدخل لمرحلة خطرة، والقرار بين أيدينا اليوم ماشي غدا. ما تنسوش تعطونا الآراء ديالكم، واش فعلا خاص المغرب يعيد النظر في هذه المسألة أو لا حياة لمن تنادي. يا سي بوشعير المباركي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.